والدتي لسه جايباها ليا جديدة. أنا وأختي كنا عايشين في بيت صغير وضيق من ساعة ما اتولدنا، في حاجة شبه القبو كده. الجزمة دي جميلة على فكرة، أنا كمان عايزة واحدة زيها لونها أصفر. جويون، انتي وهيجين، تعالوا دلوقتي عشان تاكلوا. كان قبو صغير بيقويني أنا وأمي وأختي. والدي عمره ما كان معانا في الصورة. عمري ما حسيت أبدا شعور إن يكون عندي أب، عشان كده ما كنتش قلقانة من عدم وجوده. أكتر حاجة كانت شغلاني هي وأمي وأختي، إن أمي كانت دايما جسمها مريض وضعيف. جويون، تعالي خلينا نروح بيتك النهاردة. تيجوا بيتي؟ بس أنا بيتي صغير جدا علينا كلنا. خلاص، خلينا ندخل غرفتك انتي ونقعد فيها. للأسف أنا ما عنديش غرفة خاصة بيا. أول ما دخلت المدرسة الابتدائية على طول فهمت قد إيه إحنا وضعنا صعب جدا. خلاص، هنبقى نروح عندك مرة تانية نشوفك بعدين بقى يا جيون.